السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور شمس حمد مع حضراتكم. إن شاء الله هنتكلم عن حاجة بسيطة جدا، موقف حياتي ممكن يحصل لأي حد فينا. أنا دلوقتي لو حد خبطني بشومة أو ببلطة أو بأي حاجة في دماغي، في جنب دماغي من هنا أو من هنا، وأغمى عليا، حصل لي لوس أوف كونشسنس، وبعد كده هما فوقوني وحصل لي ريجين للكونشسنس، يعني استعدت وعي تاني، وخلاص قلت أنا بقيت كويس وما رحتش كشفت ولا قلت ليه أنا أغمى عليا أو كده. هل ده تصرف صح؟ طبعا ده تصرف غلط. أنت كده بتودي نفسك في طريق اللي بيروح ما بيرجعش. ليه؟ عندنا في الطب الحاجة ديّة اسمها epidural hematoma، يعني مثلًا ممكن يكون حصل لك نزيف في المخ وأنت مش عارف. الفترة ما بين إنك تفقد وعيك loss of consciousness and regain consciousness، إنك تستعيد وعيك تاني، اسمها lucid interval. لو أنت اتكوّن عندك نزيف في المخ ده أنت مُعرّض كده إن النزيف ده يضغط على أي حاجة في المخ، أي structure، أي بناء في المخ، ويسبب لك مشاكل أنت مش قدّها، بل والأدهى من ذلك إنه ممكن يودي بحياتك. فتake care أول ما يحصل لك حاجة زي كده، مثلًا لو لا قدّر الله وحصل لك loss of consciousness ورجعت استعدت وعيك تاني، لازم تروح لدكتور ويعمل لك حاجة اسمها CT، يعمل لك حاجة CT عشان يشوف هل في فعلًا اتكوّن نزيف والّا لأ. تمام. تكير من المعلومة ديت، كتير مننا ممكن يعني يتغاضى عنها وما يكشفش. وشكرا جزيلا.